عارفين ايه مشكلة عدم التشخيص بتاعت أولادنا؟ مشكلة عدم التشخيص الحقيقية بتاعت أولادنا إن الولاد بتعيش عمرها كله مش عارفة نفسها. بتسأل نفسها هو أنا ليه بيحصل لي كده؟ ليه الأولاد اللي حواليا عارفين يقروا كويس وأنا مش عارفة أقرا كويس؟ ليه الولاد اللي حواليا عارفين يجيبوا درجات ويعدوا السنة وينجحوا وأنا بعمل مجهود كبير قوي قوي وبتعذب مع أهلي كتير قوي قوي وبنتخانق كتير قوي على إن أنا أذاكر وأشتغل عشان بس أقدر أجيب درجات أنجح بيها. وبعد شوية بيكتشفوا كمان ان وهم في ثانوي وخلاص داخلين الجامعة انه قضوا الوقت كله بيحاولوا كل سنة ان هم ينجحوا بأي طريقة، لكن مش عارفين هم عايزين ايه. فبيوصلوا لثانوي هم كمان ما عندهمش فكرة عايزين ايه، بيحبوا ايه، لانهم مش عارفين نفسهم. محدش ساعدهم من الاول ان هم يعرفوا نفسهم. محدش ساعدهم جاوب على سؤالهم: انا ليه مش زي باقي اقراني؟ انا ليه باخد وقت طويل قوي عشان اذاكر؟ ليه باخد وقت طويل قوي عشان احفظ الحاجة المطلوبة؟ ليه صحابي بيعرفوا يركزوا ساعة الامتحان وانا ببقى عارف الاسئلة كلها ومجاوبها وممكن اجاوبها كمان في البيت مع المدرس او مع حد واجيب الدرجات النهائيه، لكن لما ادخل الفصل مش عارف اجاوبها. والاصوات اللي حواليا بقعد هي اللي بتشتتني، بقعد ابص عليها كل شويه: مين اللي رمى قلم، مين اللي فتح الباب، وارجع عشان اجي احل اقوم متلخبط، فبالتالي الاجابات مش بتطلع صح وبنسى اسئله في النص. محدش علمني انا ليه بيحصل لي كده، محدش علمني عن نفسي. فممكن اوصل لحد سن ال30 سنه وانا مش عارف نفسي، ودي مشكله كبيره جدا، لان كلنا بنبقى عايزين ولادنا في اخر خالص مطاف التعليم ان هم يقدروا يكونوا قادرين ان هم يعبروا عن نفسهم.